السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا نسأل الله يا رب تكون في خير وفي نعمة. تحياتنا ليك ولكل الإخوان في المملكة العربية السعودية. الله يبارك في عمرك. بخصوص سؤالك على الملكة بتاعة المرزوم المصري أو الملكة بتاع النحل المصري، بتقول هل ممكن إن هي تتحط للنحل البلدي؟ طبعا الله يبارك في عمرك، نعم ممكن، ولكن ما انصحكش. ليه؟ لأن ليها أعمال كتير عشان تركب أو تنزل ملكة من المرزوم المصري تنزلها على النحل البلدي. محتاج تغير الشمع لان مقاسات الشمع بتختلف. الموضوع ربما هيطول وانا تحدثت فيه قبل كده، ولكن هديك صورة مختصرة. النحل البلدي اللي موجود في المملكة العربية السعودية مقاس الشمع بتاعه 4.9. النحل اللي بيجي من داخل مصر او الملكات اللي بتيجي من داخل مصر الشمع بتاعها بيكون 5.4. لما هتيجي تبص هتلاقي في حدود تقريبا 5 فاصل في الشمع او في مقاس الشمع ما بين النحل البلدي تمام والنحل المصري تمام. فهيبقى بالتالي هتدخل نفسك في موضوع صعب، لانك هتنزل ملكة من المرزوم المصري على النحل البلدي، من ثم لازم تنزل شمع ليها، من ثم هتدخل نفسك في امور كتير. حتى البراويز الخشب نفسها تمام في المقاسات بتاعتها بتختلف من النحل المصري للنحل البلدي، لان عندك النحل المصري بيكون المقاس بتاع السدابة الخشب تمام بتكون مقاسها حوالي 35 ملي، عكس النحل البلدي بيشتغل له السدابة بتاعته بتشتغل حوالي 33 ملي. امور كتير وهنتطرق في الحديث فيها يعني تمام. فانا انصحك نصيحة، خليك على النحل البلدي وملكات النحل البلدي عندك في السعودية تمام. اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، وانا لفتها عندك في السعودية وعارف انا بكلمك ازاي. الملكة بتاع النحل البلدي عندك هتستحمل اجواء، تستحمل مناخ، عارفة المراعي عندك ايه في المملكة، وبالتالي هي طبيعتها طبيعة المملكة. لو هنصحك نصيحة لله تمام، وهي حاول تنقي بعض الملكات البلدي من انماط، خلي بالك، من انماط ممتازة. موجود عندك في المملكة انماط ممتازة بدون ما اذكر بعض الاماكن او بعض الاديرة منعا لان احد من الاخوان يقول لك ايه، احنا بنعمل مثلا تشهير ببعض النحل وبنسيء لبعض النحل او ما شابه ذلك. ولكن في بعض الاماكن موجود فيها نمط من انماط النحل ممتاز تقدر تستفيد منه فيما يخص جمع العسل تمام. الله ييسر لك الحال. تحياتنا ليك والاخوان في السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخويا الله يبارك في عمرك، نسال الله تكون في خير وفي نعمه. بخصوص سؤالك على الخلايا اللي هي 10 براويز، هل ممكن ضمها عشان تستفيد من موسم العسل؟ يعني تضم خليه 10 براويز على خليه اخرى 10 براويز، اصبح دلوقتي هيكون عندك 20 برواز على ملكه واحده. هل ممكن ولا مش ممكن؟ والله انا هقول لك على شيء، هي فيها مخاطره تمام سواء على النحل او سواء على الملكه، وتحتاج احترافيه. انا بكلمك بصدق وبامانه. اي غلطه في عمليه الضم وحدث قتال ما بين النحل هتخسر كثافه نحليه هتبكي عليها صدقا، صح ولا لا؟ اي تسرع في عمليه الافراج على الملكه وعدم استشعار النحل بالفرمون الملكي للملكه تمام، ال20 خليه ممكن يحدث تقور على الملكه تموت الملكه تمام. عكس لما بنيجي نضم خليه 3 4 براويز على خليه قويه 10 براويز، بيكون في حمايه للملكه، بيكون في نقدر نقول خليه قويه عندها السيطره ان هي يحدث سيطره على خليه ضعيفه. على العموم لو انت عندك احترافيه تمام، ده شيء يرجع لك انت حسب خبراتك. حاول تشتت روائح الخليتين، كل خليه 10 براويز تشتت الروائح بتاعتها، ومن ثم تعمل عمليه ضم ليهم بالطريقه اللي انت بتضم بيها ايا يكن. انا مش هقول لك طريقه معينه لان انت ممكن تكون ما تعرفش تشتغل عليها تمام. الطريقه اللي انت بتضم بيها وبتنجح معاك، ضم بيها الخليتين ومن ثم قفص على الملكه الملقحه. ما تستعجلش في الافراج عليها تمام. طبعا تقفص عليها في طابق التربيه تمام، على اساس ان كل النحل اللي داخل من السروح وخارج من السروح يستشعر بوجود الملك تمام. وطبعا ان شاء الله تفرج عليها والنحل يتقبلها ويكون مفيش مشاكل تمام. ده رايي الشخصي. والله يبارك فيك، لو موسم العسل عندك هيكون ضعيف او مش المرجو منه تمام، فانصحك في الحاله دي الضم مش هيبقى ليه لازمه تمام. تاني شيء، الملكه اللي انت هتشيلها من ال10 براويز ما تحاولش تتخلص منها، حاول تحتفظ بيها تستفيد منها بعد انتهاء موسم العسل. لو اديتها البراويز مره اخرى تقدر يكون عندك ملكه ملقحه
طبعا ده في حاله ان كانت الملكه ممتازه او ملكه قويه، وهي على الاغلب اكيد ممتازه او قويه، بدليل ان ما شاء الله الخليه بتاعتها وصلت 10 براويز، صح ولا لا؟ الله ييسر لك يا شوف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسال الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمه وفي افضل الاحوال، اللهم امين يا رب العالمين. اخويا الله يبارك في عمرك، سالت سؤال قلت هل الملكه الميتمه افضل او ملكه التقسيم؟ الله يبارك في عمرك، هو السؤال ما بيسالش كده عشان بس يكون للتوضيح. تمام. الملكة الميتمة دي بتكون جاية عن طريق ان الخلية فقدت الملكة الام، ومن ثم الخلية بنت بيوت ملكية عشوائية. تمام. حتة السؤال الاخر اللي هي ملكة التقسيم، ملكة التقسيم ديت هي الملكة اللي احنا بنحطها في التقسيمة، الله الاعلم جاية منين بقى، احلال، تطريد، تطعيم. تمام. طيب على العموم، تمام، الملكة الممتازة هي ايه؟ الملكة الممتازة اللي النحل اعتنى باليرقة بتاعتها من اول نقدر نقول الساعات الاولى ليها، بالعناية بيها بالغذاء الملكي لحد ما تم اغلاق البيت الملكي. تمام. الامر الاخر لابد ان يكون الملكة الممتازة ديت او العذراء الممتازة دي الام بتاعتها فيها صفات ممتازة. تمام. يعني انا عندي ملكة ملقحة ما شاء الله، فيها الشغالات بتاعتها بتسرح سروح مبكر، بتجمع كمية من حبوب اللقاح وقت النشاط. لو انا مثلا في الدول اللي موجود فيها تشتية للنحل بتعدي معايا الشتاء بالسلام. تمام. في موسم العسل بتجمع كمية من العسل، دي ملكة ممتازة، ما فيهاش شراسة. تمام. الشراسة بتاعتها نقدر نقول مش كبيرة او هادئة، فيها طبع الهدوء. تمام. ديت ملكة ممتازة اقدر اخد منها ملكات زي ما انا قلت لك. الملكات دي تكون النحل غذى اليرقات بتاعتها من الساعات الاولى لحد ما يتم اغلاق البيت الملكي، ومن ثم يتم تدفئة البيت الملكي لحد ما تخرج العذراء. تمام. ديت نقدر نقول ملكة ممتازة. تمام. اتمنى يكون الجزئية دي واصله لك، الله ييسر لك الحال، ونسال الله يا رب التوفيق لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخويا مصطفى، نسال الله تكون في خير وفي نعمة. الله يبارك في عمرك، بخصوص الفيديو اللي انت ارسلته اللي هو خاص بالتكذيب، ده فيديو قديم ربما يكون من سنتين تقريبا. تمام. انا ماليش علاقه ان هو تم نشره بقاله ساعه ولا ساعتين ولا، انا اتكلم الفيديو نفسه تم تصويره من حوالي سنتين او سنه ونص. الفيديو دوت الله يبارك في عمرك طبعا، بس للعلم والتوضيح لابد كل واحد ياخد حقه، ده فيديو خاص باخونا محمد مازن من سوريا، كان معانا في المجموعه هنا، اتوقع غادر يعني. على العموم مختصر الكلام في الفيديو دوت، اخونا محمد مازن كان بيتكلم على ان الشغالات اللي بتضع البيض طبعا نتيجة ان خلاص في فقدان للملكة داخل الخلية 10 ايام 15 يوم 20 يوم حدث تكذيب، بالتالي الشغالات اللي بتضع البيض ديت، تمام، كان في بعض النحالين بيقولوا ان احنا نقوم بعملية نفض الخلية على بعد مثلا 50 متر 100 متر نتخلص من الشغالات الكاذبة على اساس مش هتكون قادرة على الطيران. فاخونا محمد مازن علم الشغالات باللون الابيض زي ما انت شايف في الفيديو اللي هي بتضع البيض، ومن ثم بعد الشغالات ديت زي ما انت شايف بعد مترين 3 5 امتار طارت ورجعت الخليه مره اخرى. فده كان دليل على ان الشغاله اللي بتضع البيض او اللي هي نقدر نقول تحولت من شغاله ان هي شغاله للحقل او بتروح للسروح او حبوب اللقاح، ان هي تضع البيض وتاخد وظيفه اخرى زي الملكه. تمام. ان هي عندها القدره في الطيران، ومن ثم الافضل في الموضوع ده واختصار الكلام ان الخلايا اللي يكون فيها تكذيب يتم ضمها، يتم ضم الخلايا اللي فيها تكذيب، ده الافضل. تمام. وخلي بالك الشيء دوت رحمه الله عليه المهندس ابو انس النجار كان عايش، ولما تم النشر الفيديو دوت من اخونا محمد مازن على المجموعه بتاعه توعيه النحل، توعيه والاهتمام بالنحل، تمام، كان موجود تعليق للمرحوم ابو انس النجار. خلي بالك ان نشر التعليق دوت والفيديو دوت ربما يكون تقريبا من سنه ونص على يوتيوب، موجود الفيديو ده. والمهندس ابو انس نهاريها طبعا شكر الاخ محمد مازن، تمام، وقال لنا كلنا عامه كنا في المجموعه، قال الافضل بالنسبه للخليه اللي فيها تكذيب الضم. ضميت الخليه، تمام، اتخلصت من الشغلات اللي بتضع البيض او الشغلات المكذبه، ومن ثم وقت ما احب اخد تقسيمه تانية بعد شهر بعد 25 يوم في وجود ملكه طبعا عذراء، اخد تقسيمه واريح راسي. تمام. حته بقى ان انا اشيل خليه وابعدها 100 متر 200 متر وانفضها ومن ثم اقول ان انا اعالجها، ده كله خلي بالك نقدر نقول يعني ايه،
مضيعة للوقت صدقا بالخصوص ايام النشاط. انا خلي بالك انا لسه متكلم ربما يكون من 10 ايام تقريبا في فيديو عن التكذيب، تمام، او الشغلات اللي بتطلع البيض ويكون فيها تكذيب يعني. وانا اكلمك عن نفسي، انا اتكلمت على ان التكذيب ده ربما ينقسم 3 مراحل، تمام. المرحله الاولى اللي هي ممكن نقول لسه في بدايه التكذيب، تمام. بدايه التكذيب دي انا ممكن اسيطر عليها، اضع ملكه ملقحه او ملكه عذراء اسيطر على الوضع. التكذيب اللي هو نقدر نقول من بقاله مثلا 15 ايام، نقدر نقول في المرحله المتوسطه او في المرحله المستفحله، في استفحال في التكذيب، يعني الخليه بقالها يجي شهر بدون ملكه، هنا صعب بقى. وبالاخر وخلاصه الحديث، لابد النحال يتخلص من الموضوع ده بضم الخليه، ضم الخليه على خليه قويه مع التقفيص على الملكه النظاميه اللي في الخليه القويه، تمام، 48 ساعه تريح راسك من الموضوع ده. خلاف ذلك بقى والكلام اللي احنا دايما نسمعه، واتركها على خيشه او انفض الخليه على خيشه على بعد 50 متر وبعد كده شيل الشغالات اللي ما ترجعش يتخلص منها، ده كله نقدر نقول فلسفه كذابه يعني، تمام. مشكور اخويا مصطفى. اخويا مصطفى الله يبارك في عمرك، بتقول لحد دلوقتي انت بتشوف بعض النحالين لسه ما زالوا يقتنعوا بطريقه النفض للتخلص من التكذيب وما شابه ذلك، وبتقول الفيديو دوت ربما يغير القناعه بتاعتهم. بص يا اخويا مصطفى الله يبارك فيك، خدها مني الثقه والله العظيم 3، تمام. النحال مهما تقول له من طرق مثلا يتخلص منها، سواء في امراض لا قدر الله، او مثلا تكذيب، او ايا يكن في مجال تربيه النحل، وتدي له طرق مثلا يقول له اشتغل عليها ودي طرق افضل، في اللي بيقتنع ويمشي معاك، تمام، وفي اللي يقول لك لا انا بمشي بطرق معينه او بشتغل بالطريقه ديت وشغاله معايا، ويتكلم مثلا يقول لك من 10 سنين شغاله معايا الطريقه ديت، من 5 سنين، من 20 سنه، من ايام والده او ابوه رحمه الله عليه، تمام. هو خلاص قناعته كده، تمام. ولكن نصيحه مني ليك، تمام، انت كرجل نحال ما شاء الله من سوريا، وانا كرجل نحال من مصر، لما يجي واحد يسالك فيما يخص التكذيب، تمام، او خليه مكذبه، تمام، انت اكيد بتنصحه بايه؟ بالضم، صح ولا لا؟ وانا كذلك لما واحد بيجي يسالني من اي دوله عربيه يقول لي انا عندي خليه فيها تكذيب، تمام، او مكذبه، تمام، نفس الكلام بستفسر منه في البدايه مكذبه من بالها كام يوم، لو قال لي من 10 ايام، من 15 يوم، بقول له مباشره ضم الخليه يا اخي، تمام. غير كده خلاص انت تحمل مسؤوليه نفسك، انا اعطيتك النصيحه ضم الخليه، انت ما اقتنعتش خلاص انا خلصت ضميري امام الله سبحانه وتعالى، تمام. انما زي ما احنا قلنا يوم 2 3 لسه الخليه مكذبه، لا في ايدك لو انت عندك ملكه عذراء دخلها، الامر هيتغير. ملكه ملقحه الامر هيتغير، مفيش مشكله، والشيء ده احنا شغالين عليه في مناحلنا، تمام. ودايما خلي بالك انا بنصح، انا اتكلم عن نفسي انا شخصيا واعوذ بالله من كلمه انا، بنصح اي حد في المنحل بتاعه يكون عنده نويات تلقيح، علشان اي وقت اخويا مصطفى الملكه تفقد، تمام، افتح النويه يا اخي اجيب ملكه ملقحه، وبدل ما انتظر الخليه 13 يوم او 14 يوم تربي ملكه، ومن ثم الملكه تطلع تتلقح وممكن ما ترجعش وتفقد وتخش الخليه في تكذيب، تمام. والامر بيكون الصعب فين بقى بجد، انا يعني بكون زعلان جدا لما الاقي واحد يقول لي انا عندي خليه 15 برواز، يعني خليه وعاسله وكذبت، يبقى حزين بجد، صدقا ببقى حزين يعني. طب ليه يا اخي وصلت الخليه للمرحله دي؟ عكس خليه بروازين وكذبت، مفيش مشكله يا اخي ضمها، فاهم اتكلم في ايه؟ فلا بد بجد النحال يشتغل على انه يكون عنده نويات تلقيح داخل المنحل، هيستفيد منها في اي وقت في السنه، هيستفيد منها. الله ييسر لك الحال، وتحياتنا ليك ولكل الاخوان في سوريا. اخويا مصطفى صلى على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. الامر الصعب فين؟ المبتدئ اللي عنده 3 خلايا او 4 خلايا، لما تيجي خليه عنده بتكذب او يحدث فيها تكذيب، بيبقى النحال صعبان عليه، تمام، يضم الخليه دي. واحنا كنا قبل كده مبتدئين، سواء انا او انت او اي احد، كان بيبقى النحال صعب عليه ان هو يضم خليه، ويحاول مثلا يشوف اي طريقه يتخلص من الشغلات الكاذبه عشان ما يخسرش خليه، تمام. ولكن طبعا الواحد زي ما بيقولوا كده لما بيتلسع في مجال تربيه النحل وياخد نقدر نقول خبرات ويتمارس في المجال، بيعرف ان هو كان شغال غلط، تمام. ومن ثم خلاص بقى هو مع احترامي ليك يعني زي ما بيقولوا كده بيفحص المنحل بتاعه، لقى خليه مكذبه، ممكن زي ما حضرتك تفضلت اضمها مثلا عن طريق الجريده
عن طريق التدخين، وممكن ان انا اقوم ماسك الخليه نفسها الله يبارك في عمرك البروازين 3 وانفض البروازين 3 اخلي النحل يتوزع على المنحل كله. ما هو مش هخسره ليه؟ لان النحل هيتوزع فين؟ هيتوزع على منحلي، صح ولا لا؟ والبروازين اللي هم فيهم بيض تكذيب بحطهم في ميه، اغطسهم في ميه الله يبارك فيك، عشان بس العمليه كلها نقدر نقول ايه، او الغرض من ان انا اغطس البراويز ديت في ميه ان البيض بتاع التكذيب ده يفسد، ومن ثم بنزلهم في اي خليه قويه. خليه قويه تبص تلاقي تعامل مباشر مع البراويز نقدر نقول اللي فيها بيض دي وتنظفها، والسلوك التنظيف شغال عند النحل. تمام. ومن ثم استفيد منهم سواء في جمع خبز نحل او عسل او حتى حضنه. تمام. ولكن نقدر نقول المبتدئ بيدور، المبتدئ تلاقيه يقول للاخ مصطفى ايه، انا مش عاوز اخسر الخليه، مش عاوز اخسر الخليه. طبعا بناء على كلامك الله يبارك فيك، لما بتكون في بدايه التكذيب نعم بتنجح، ملكه عذراء تنجح، تمام، ملكه ملقحه تنجح، لان لسه نقدر نقول في شغاله او اتنين بس اللي بتضع البيض. انما لما الخليه بيتكذب ويستفحل فيها التكذيب، تمام، بيبقى مشكله بقى، لان بيكون عدد كبير من الشغالات بيضع البيض من ثم بيتكور على الملكه ويقتلها. تمام. ولذلك نصيحتي لاي اخ بيقوم بتقسيمه او بيقوم بتقسيمات، اقول له يا اخي باختصار شديد قسم على ملكات او بيوت ملكيه عشان تتفادى اي تكذيب داخل الخليه. رقم 2 ما تغذيش التقسيمات الا بعد تلقيح الملكه ووضع الملكه للبيض. تمام، ده الافضل. تمام. الامر الثالث والاهم، حاول تحط في التقسيمه جميع الاعمار النحليه من النحل. ما تحطليش نحل كبير السن بس، لان النحل كبير السن ده سرعان ما بيكذب. حط نحل صغير، نحل كبير، نحل متوسط العمر. خلي بمعنى اصح التقسيمه عامله زي الطرد اللي بيخرج. الطرد اللي بيخرج الله يبارك في عمرك اخويا مصطفى بيكون ازاي؟ نحل محمل حبوب لقاح، تمام، نحل صغير، نحل حارس، في كل الاعمار، صح ولا لا؟ انما للاسف بنشوف مش عارف اسميها ازاي، بشوف فلسفه بجد، فلسفه انا بسميها فلسفه كذابه. تمام. تلاقي واحد يقول لك قسم نحل حاضن ونحل سارح. يا اخي التفاوت في اعمار النحليه دي مشكله والله صدقا، بيأثر على الخليه في مشاكل كتير. عامه الموضوع هيطول، فمشكور اخويا مصطفى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخويا مصطفى، الله يبارك في عمرك. بخصوص كلامك على انك انت ما كنت بتيجي تاخد تقسيمات من النحل البلدي كنت بتاخدها نحل حاضن فقط علشان تضيف عليها ملكات اجنبي على اساس ان النحل يتقبلها. تمام، ما فيش مشكله. انت ليك، بص يا اخويا مصطفى، انت بتتكلم في وضع خاص بيك انت، لان طبعا النحل السوري الشرس هيقتل الملكات الاجنبيه. تمام، فبالتالي انت محتاج النحل حاضن. انما انا اتكلم في الغالب اخ من الجزائر، اخ مثلا من المغرب، من تونس، من مصر، البلدان ديت الله يبارك في عمرك هو بيقسم النحل بتاعه على نفس الملكات او على نفس السلاله، صح ولا لا؟ فبالتالي المفروض ياخد من جميع الاعمار النحليه. انما اخ زيك الله يبارك لك بيجيب ملكات اجنبي، او واحد مثلا من الاردن او واحد من لبنان، ما هي الثلاث بلدان دول عامه اللي هي لبنان والاردن وسوريا، الثلاث بلدان دول بالخصوص اللي بيجيبوا ملكات اجنبي. خلينا نتكلم بصراحه. تمام. فده بيكون له وضع خاص ان هو حب ينزل الملكات ديت على نحل حاضن، مفيش مشكله. انما احنا بنتكلم على الاغلبيه العظمى من النحالين بيكون ما شاء الله الملكات من نفس منحل. تمام. الله ييسر لك الحال يا رب.